ده كابتن محمد. طبعا الحاج محمود ده من الناس الطاهره، من الناس النظيفه، وهو احق من اي حد، من الناس المحترمه جدا، ومن حمله القران، من الناس الطاهرين، من الناس النضاف، ومن الناس كل حاجه حلوه. هو وابوه الحاج عبد الشامي، الناس بيتاجروا مع الله. حقيقة ربنا هو الحاج السامي هو اللي موجود فين الشباب برضه يا عم؟ سماحه عشان وزير الشباب هنا في المحل مدرس ابتدائي والانتخابات يعني لو دخل محمود الشامي انا وجهه نظري احسن من ناس ثانيه كتير، احسن من اعضاء كتير داخل. هو راجل يعني ممكن يفيد وممكن يعمل حاجات كويسه وممكن يعني يبقى في صالح المنطقه بتاعتنا. هو راجل كويس وخير سلف يعني، هو والده راجل كويس وهو هيكمل وحاجه زي. ايه رايك الانتخابات ممكن يعني تبقى نزيهه؟ ما احنا عارفين الموضوع ده، ما احنا عارفين ان هي يعني موضوع الحزب الوطني كل مصطلح يقول لك لا الحزب الوطني هيتضمن عشان ايه؟ انا معاك يا الناس، وانا اتمنى ان هي تبقى وطني، يعني هي يعني كلمه وطني انا بعتز بيها، انا راجل وطني. لا بامانه اقسم بالله انا بتكلم بامانيه، يعني انا واحد من الناس حتى في رئاسه الجمهوريه كنت برضه من الناس اللي من مع الرئيس اللي هو الانتخابات اللي فاتت. انا نزلت من هنا رحت للمنصوره حتى صوتي، وانا مقتنع بان صوتي مكان يعني، لان انا مقتنع بان حاجه واحده، الراجل اللي هو له خبره زي الراجل ده، وراجل فاهم وراجل كويس ومثقف، ده مكانه في مجلس الشعب. غير احسن من ناس ثانيه كتير عاوزه تدخل مجلس الشعب وما تعرفش حاجه ولا تعرف ناس مجلس الشعب ولا ده. اقسم بالله ده كلام حقيقه، وانا بس الغر ان شاء الله. احنا طول عمرنا عايشين في المحله هنا، عمرنا ما سمعنا عن اي حد بيعمل خير في البلد دي غير الحاج عبد السميع الشامي وابنه محمود ده. طول عمرنا على كده. وبعدين اي مشكله في المجاري، اي مشكله في الصرف الصحي، في اي حاجه بنجري على الراجل ده وهو اللي بيخلص لنا. فاحنا دلوقتي الراجل ده اتكلم كلام الحاج عمله قبل كده والحاج محمود الشامي عمله قبل كده، من غير انتخابات ومن غير اي حاجه. احنا قعدنا اسوأ ايام حياتنا في الايام اللي فاتت دي، في الاربع سنين دي كنت ما تعرفش تطلع من شارع البهية على رجلك من الميه ومن المجاري وكنا لما بنيجي ما بنلاقيش حاجه، بنروح الراجل يجيب لنا عربيات بالفلوس ونيجي نشيل الحاجه من هنا. وحتى في كفر حجازي وفي البلاد كفر فياله وهنا بيبعت يخلص الحاجات دي. اما ما شفناش بصراحه حد في البلد عمل لنا حاجه الا الناس دول، هم اللي بيعملوا وهم اللي بيشتغلوا واي عمليه واي مشكله لو ب 50,000 جنيه بيبعت شيك وبيعملها وبيدي لده وبيعمل لده. ما شفناش. منصور من محل الكبرى من سوق اللبن ومن منطقه البرج، بحكم ان قرايبنا وحبايبنا كلهم هنا. والله احنا دلوقتي الباشمهندس محمود الشامي يعتبر فيه كل صفات عضو مجلس الشعب الناجح، اللي هي ايه بقى؟ راجل شاب متدين مهندس، علاقاته عامه، مش محتاج حاجه من حد، شبعان فوق ده كله ان هو ابن الحاج عبد السميع الشامي. طبعا الحاج عبد السميع الشامي مش محتاج حد يعرفه لمدينه المحله، لان هو يعني مش غالي خدماته وباسلوبه وبحب الناس له
وكون ان الحاج محمود نازل تحت لواء الحزب الوطني او مقدم اوراق بالحزب الوطني، انا بقول مش الحزب الوطني اللي هيزيد الحاج محمود شرف، لا مش الحاج محمود اللي هيزيده الحزب الوطني ان هو يختاره، لا ده الحزب الوطني هو اللي هيكسب الحاج محمود، لانه يعتبر حطم المقوله اللي بتقول ان الناخب بينزل تبع الحكومه عشان الحكومه تنجحه وكلام من ده. لا، الحاج محمود الشامي يعتبر هو مكسب للحزب الوطني، مش يعني مكسب للمحل. الحاج محمود احنا كلنا بنحبه، احنا كلنا بنحبه وابن بلدنا، واتخلقنا لقينا الحاج عبد السميع الشامي في المحل. في ناس خيرة انتخابات خيرة غير انتخابات خيرة، وناس محترمة وناس كلهم خير، وناس بيعملوا الشيء من غير مش محتاجة حاجة من حد. الناس ديت مش محتاجة حاجة من حد، الناس بتحب، الناس كلها بتحبها كلها. خدت بالك معايا؟ الناس كلها بتحب الحاج محمود، الحاج عبد السميع، بتحب الناس كلها. الناس دي اهل خير، ما همش بيلزموش الانتخابات، ما همش اي حاجة، واحنا بنحبهم فعلا، بنحبهم حب جامد. الحاج عبد السميع الشامي في 2005 صوت في مجلس الشعب ما قفلش مكتبه ساعة، واستقبل كل الناس، وعايزك تتأكد تروح مكتبه شوف وهو بيعمل ايه. مين في المحل في اغنى من الحاج عبد السميع الشامي في البلد؟ محدش بيشوفه. في اغنى من الحاج عبد السميع الشامي في البلد؟ محدش بيشوفه، لانه راجل عطاء في الخير. حضرت المؤتمر طبعا، ايه رايكم في انتخابات 2010 السنه دي؟ الانتخابات اللي قبل كده ايه الفرق بين الانتخابات؟ اللي ما انكم موجودين دلوقتي على الساحه كنتوا محضرين المؤتمر مع الباشمهندس ان نازل احنا كلنا مشدودين، لان في راجل نظيف شادد البلد اليه اللي هو المهندس محمود الشامي. حب الهي، وبعدين خدمات مسبقه، حب ربنا، لان الحاج الباشمهندس محمود الشامي لا محتاج منصب ولا محتاج مال، وراجل عطاء، كلهم عطائين في الخير ما يلزمهمش. انا خير يا عم، ناس في دمهم يخدموا هذه البلد. احنا بقالنا 5 سنين مفيش خدمات. راجل متدين وناجح في عمله. الحاج عبد السميع الشامي جاب الصرف الصحي وجاب المحطه اليابانيه بتاع الميه، شامل محطه كفر حجازي غير والنهار الكبير والصغير، ما شفناش حد خالص. احنا ما شفناش حد، يعني مكتبه مفصل الكبير والصغير. لسه من قريب واحدة وقعت من فوق السطح، طلبناها بالتليفون، دفعت فلوس من غير ما يعرف هو ايه اللي هيتم وايه اللي هيتعمل. روح وديها احسن مستشفى وشوف، ما تعصبش اي حاجه ولا تعرفوا باي حاجه. راجل فاتح مكتبه والله الخير بانتخابات من غير انتخابات. احنا نعرف ناس اصحاب اعمال في المحل معاهم فلوس كتير، مش حد بيسمع حد ولا حد بيشوفهم خالص. اللي واضح من اي ناخب بينزل تحت لواء الحزب الوطني ان الناس بتحاول، الناس كرهاه، لان الحكومه في بعض حاجات هي مقصره فيها كتير، في حاجات الحكومه مقصره فيها كتير. ان الحكومه او الحزب الوطني يمشي ورا نائب محترم زي الباشمهندس محمود الشامي، يبقى ده اساسا مكسب للشعب، والمفروض الشعب كله يتلف حواليه. مع احترامي، لا قدر الله الحزب الوطني ما اختارش الباشمهندس، هتمشي مع ترشح الحزب الوطني؟ والله ان كان الحزب الوطني هيختار راجل محترم، احنا مع الحزب الوطني وكلنا وطنيين. معلش انا هقول لحضرتك حاجه، انا بقول معلش، انا الحاج محمود احنا بنرشح الحاج محمود تحت لواء الحزب الوطني، لان الحاج محمود الشامي راجل محترم. الناس دي دورت على راجل محترم زي الراجل، معلش ما تزعلش مني، راجل همثلها لك تمثيل بلدي خالص وتمثيل شعبي خالص. اما يكون راجل بدوه ومتعطرز على الناس كلها، وفجاه ربنا هداه وبياخد بايده وابتدى يقول سلام عليكم للناس اللي موجوده، ما احنا كشعب ناخد بايده. اما يجري ورا راجل محترم احنا نجري وراه. انما مثلا هتجيب لي راجل وحش، لا احنا ما بنحبش، ما بنمشيش مع ناس وحش.